الفئام أحسبنا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. طيب قول لي كده، منيبين إليه واتقوه، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة. صدقون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة وأتقوا السجود الذين فأقيموا وكل شيء كل الدنيا فيهم وإذا بسنتهم دعوا بوابين ثم إذا أتقامهم إذا فرقوا. فتح الله عليك، بارك الله ما شاء فيك. الله. لك جزيل الشكر أن نبهتنا وجعلت فينا مثل هذه الصحوة التي تذكرنا بنعم الله سبحانه وتعالى علينا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أكمل. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أيوة، في اثنين أهو، يعني بيقول في موضعين أهو. طب يلا خش بقى يا شيخ محمد في قول لنا كده، قول الأول إيه؟ وإن تعبدوا إن الإنسان لدى كفر. اسم السورة إيه؟ سورة إبراهيم. جميل. طيب الموضع الثاني فين؟ وإن تعبدوا إنه غفور رحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إنه غفور رحيم. في سورة إيه؟ سورة النحل. الله. يعني الراجل عمل مداخلة معايا في الكلام وأنا بتكلم. قلت آية كده عرضا، هو مستعد الإجابة على طول، وقال في موضعين كمان. طب خلينا نسأل كده يا شيخ محمد. طبعا ده لازم يسأل بقى كثيرا خلاص حتى بقى. نخرج ما عنده. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. ما لكم كيف تحكمون؟ أعوذ بالله من الشيطان. فين؟ في أكثر من موضع ولا موضع واحد؟ اديني الموضع الأخير. سورة الله أكبر. سورة القلم. نعم. طيب الموضع اللي قبله؟ سورة الصافات. الله أكبر. أكمل. ما لكم كيف تحكمون. ما لكم أيوه. أفلا تذكرون؟ كيف تحكمون. ألكم سلطان. طيب كويس. طيب كويس. خلاص. طيب فما لكم كيف تحكمون في أي سورة؟ فما لكم كيف تحكمون. فما لكم وهم يأخذ مريضهم ويأخذ تبعيهم فيتتكون وهم يأخذ مريض الحق ويأخذ الحق يحقون كيف تحكم؟ صح؟ طيب فصل. صح ما شاء الله. مبسوط ما شاء الله ما شاء الله. طيب يا شيخ محمد معلش احنا نطول الحلقه شويه يا اخوان، يعني لا تسأمونا ولا تملونا، لان هذه الحلقه حلقه ماتعه، وما كنت اظن ان مثل هذه الحلقه يعني الشيخ ان يكون متقنا وحافظا وجامعا لمثل هذه المتشابهات. فيعني ممكن يا شيخ محمد تديله كمان؟ طيب أنا هسألك سؤال بقى، لو جاوبت عليه تبقى ممتاز. ماشي. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. عايز منك موضعين. سورة يونس. سورة الإيش؟ يونس. ماشي. يا سلام. وفين تاني؟ سورة الأنبياء. يا الأنبياء. سلام. عارف موضع آخر؟ طيب قول، اتفضل. سورة الملك. طيب. سورة يا سلام. النمل. الله أكبر. ثلاثة. طيب أنا طلبت منك موضعين ما شاء الله وأنت جبت 4 مواضع. طيب الموضع اللي في سورة الملك اقرأ كده، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، وزيد كمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقولون هذا الوعد إن كنتم صادقين وإنما أيديهم به. فتح الله عليك.
والله يا اخواننا يعني كل الموجودين الحضور، اخواننا المصورين والمخرج وكلهم يعني ما تملكوش دموعهم، لان كل واحد لما بيشوف نعمة ربنا على انسان يشعر بالتقصير في حق نفسه، يعني يشعر بالتقصير في حق نفسه اذا ربنا اعطاه الاهلية لشيء معين ولم يعني يجتهد فيه وينبغ فيه كما يعني نرى الاخ الفاضل. فيعني اشكرك شكرا جزيلا، والله لقد احببتك في الله. لله في خلقه شؤون. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى وإبداع آخر ونماذج أخرى تحتذى. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا الله، يا حسرة